مساكم الله بالخير. اليوم قصة قصيرة بحكي لكم إياها. في هذا الموسم كان واحد من أسوأ المواسم اللي قدمها الهلال، واعتادوا الهلاليين سنوات طويلة كلمة هارد لك يسمعونها في السنة مرة ونص، مرة وربع، وفي مواسم ما سمعوا فيها هارد لك. السنة هذه ما في إلا وجع وألم، خسائر وتعادلات وتعثرات، ومن بطولة لبطولة يطلع. ما تعودوا الهلاليين على السالفة دي، الجو هذا ما لهم فيه. فبالنسبة لهم السنة هذه سنة عجيبة. وانتقل الفريق من الرياض إلى جدة عشان يلعب دور الثمانية لدوري أو بطولة نخبة آسيا. وكانت التوقعات صراحة، يعني ما نكون صريحين، ما قدر هلالي يرفع صوته، لأن الفريق ما هو يعني ما هو في أفضل حالاته، وكله يقول لك الله يستر الله يستر وش بيصير في ملعب الإنماء. ويبدو أن الضغط الجماهيري الهلالي والعتب الكبير، يعني الهلاليين كان باقي عليهم تكة وينفجر الغضب الجماهيري. اجتمعوا اللعيبة، جلسوا مع بعض، يا ولد ما دون الحلق إلا اليدين، وش نسوي؟ والله قط في دين في طريقهم الفقير إلى الله نادي جوانجو الكوري، وتسلطوا عليه الرجاجيل. وخذ عندك 1 2 زو، 3 أخ، 4 أح، 5 أوف، 6 يا راسي، 7 الحكم صفر يا مسلم. الهلال إلى نصف نهائي نخبة آسيا، والقادم مذهل. نبدأ الحلقة بالعناوين. التقرير السنوي التاسع للرؤية، تطوير شامل للمنظومة الرياضية السعودية. وأكشن ترصد ماذا حدث للرياضة السعودية منذ إطلاق رؤية 2030. تحذير عاجل في جدة، أمواج زرقاء عالية تجرف شباك جوانجو الكوري. الزعيم يتسلطن في ملعب الإنماء مع جماهيره. جدة كذا هلال وبحر. الهلال السعودي يتأهل لنصف نهائي نخبة آسيا بعد 7 أهداف في الكوريين. 48,000 متفرج وتيفو هلالي يظهرون في افتتاح ربع نهائي نخبة آسيا. الأهلي السعودي يقابل بوريرام التايلاندي، والفائز منهما يذهب إلى الأزرق. توقعات بحضور أكثر من 55,000 أهلاوي في ملعب الإنماء. هذا وقتكم. بمشاركة 11 رئيس سابق للنادي، احتفاء جماهيري بلجنة توثيق الأهلي. سالم ومحرز ورونالدو ومتروفيتش في سباق نحو هدافي نخبة قارة آسيا. النصر يواجه يوكوهاما الياباني في ملعب الفيصل، والمباراة تبدأ 10:30. خروج مؤلم للأهلي المصري من بطولة أفريقيا وسط حضور 70,000. والله تغرق. اليوم جوانجو جابوا له نفاخات وعوامات ما فيه، مثقل عليه ب7 كتل حديد غرقته. نرحب بضيوف حلقتنا اليوم، عماد السالمي ومحمد الشيخ. شوف دعايات اسنان اليوم، دعايات اسنان محمد الشيخ. عبد العزيز الزلال. ايوه. طيب كابتن سمير عثمان، كابتن محمد فودة، وطبعا
يعني انا شايفه يضحك بس ما تدري هو يضحك من قلبه ومن قلبه، بس يعني احنا نفترض حسن النيه. الاستاذ هاني الداود يعطيه الف عافيه، في الاخير هو يظل مواطن سعودي واكيد عنده يعني الان صراع كبير في المشاعر، لكن اكيد مشاعره الوطنيه تكسب باذن الله بهذا الانتصار العريض اللي سواه الهلال. وهذا الطبيعي يا ابو بدر. الطبيعي. طيب خلينا نشوف اليوم مع نتائج مباريات اليوم. مباراه واحده جمعت الهلال السعودي مع جوانجو الكوري 7-0. هذه مباراة تصير في دور المجموعات يا جماعة الخير، ما تجي في ربع النهائي، بس حظ جوانجو المقرود الله قطك في طريق الهلال وزعلان. زفلته 7-0. يعني الله معطيك شوية قوة تفتري على الناس. عماد السالمي لاحظت في حرص كبير كان اليوم من الهلال انه يحبط الفريق. صحيح. يعني هدف هدفين، طب اهدى، مصر يرفع عدد الاهداف عشان يوصل الفريق الكوري الى الاحباط الكامل. صحيح. شوف تركيز في ايش؟ 7 أهداف انتهت و7 لاعبين سجلوا، يعني مش لاعب كرر وسجل هدفين، هذه نقطة مهمة. الاساسي سجل والبديل سجل. لو ترجع بس للتفاصيل ونخش ملعب شوي ونشوف، ترى الامور الدفاعيه هي سبب فوز الهلال بالسبعه، مش الامور الهجوميه. الناس منضبطه، خصوصا سافيتش. انت ابو بدر لما بدايه المباراه يتسجل عليك هدف مبكر، هذا الفريق الكوري اكيد راح يجي الاحباط، ولما يطلع بالكره صح بونو يمنع من التعادل في هدف صريح. يعني في ناس يقول لك الفريق الكوري ضعيف، اي ضعيف؟ في اول ربع ساعه بلمستين يكسر دفاع الهلال. احبط. هو بعد الهدف الثالث بدات قراراته تخذله، لكن اول ربع ساعه لا كان خطير وعنده فكره يبغى يشتغل عليها 100%، وعارف الهلال يسوي الضغط العالي ويسوي، لكن الهدف المبكر زائد ياسين بونو في هذه اللقطه شو النتيجه؟ نتيجه 1-0، ياسين بونو جول محقق 100%. فهذا من بعد هذه اللقطه بدا الاحباط، صار الهلال متفوق. هذه زي واحد كنت عارف وين يوجعه فجي تقول له هنا يوجعك، يقول لك ايوه ايه هنا يوجعك. هم جايين ابو بدر، هم جايين من كوريا الجنوبيه يدورون هذه اللقطه، جاتهم بونو منعهم قال لا ما تاخذونها بكل اختصار. طيب عبد العزيز الزلال، يعني كانه بدت يعني الجمهور بدا يرضى. ميزة الهلال ابو بدر يجرح ويداوي، لا يجرح ويداوي، واذا داوى ويختار الطريق الاصعب لمداواة جروح جماهيره. 1000 مليون مبروك للهلال، جمهور الهلال اللي في جدة اللي ابهر وامتع وابدع. وجهة نظري أجمل تيفو شاهدته في ملعب الانماء منذ تأسيسه. يا راجل تاريخي يا راجل، لا زيادة لا وجهة نظري خلاص ما لقى شيء. طيب بس إن كان يتفق معي بعد ممكن نصف سكان المملكة العربية السعودية لأنهم هلاليين. ايه اوكي. أجمل تيفو في ملعب الانماء شاهدته، ومن زاد جمالية التيفو أبو بدر سجل الهلال هدف. سالم الدوسري تيفو مرفوع والهلال يسجل هدف. شكرا لبونو، شكرا لسالم الدوسري، شكرا لسافيتش. شاهدنا لعيبة الهلال بقتالية بشراسة داخل الملعب. اللي اختلف في هلال اليوم عن هلال الدوري، شاهدوا شراسة وقتالية اللاعبين داخل الملعب. اللاعبين جائعين لتحقيق هذه البطولة. صح وإن كان الفريق الكوري نتكلم مستوى متوسط أو الهلال كان قوي جدا، لكن الهلال اليوم أمتع. مثل ما قال الزميل عماد السالمي، 7 لاعبين سجلوا 7 أهداف. الهلال قاعد ينافس نفسه في دوري أبطال آسيا أو دوري النخبة الآسيوي. ترى ال7 أهداف اللي الهلال كان بيكسرها اليوم ما حققها قبله إلا الهلال، على الدحيل وعلى بني ياس الإماراتي. لو الهلال جاب 8 صارت أعلى نتيجة تاريخية. أعلى نتيجة تاريخية في كأس العالم للهلال 6. تراها خطوة، هذه باقي خطوتين أهم. الهلال لم يحقق أي شيء، لكن أهم شيء أبي أقوله شكرا لجمهور الهلال في جدة. شوف الجمهور أبو بدر، تيفو في ملعب غير ملعبك. ترى الهلال ما يلعب في الرياض، وتيفو بهذا الجمالية. برافو، شكرا جمهور الهلال، شكرا لمن عمل التيفو. اللي عمل التيفو اليوم يجب أن يبقى ويستمر في مدرجات الهلال. هذا التيفو ولا فلا؟ نرحب بمشاركاتكم معنا في نقطة نظام، ويظهر أمامكم الأرقام اللي يبغى يشارك معنا من داخل المملكة العربية السعودية أو من خارج المملكة العربية السعودية. الله يحييكم. محمد الشيخ. في البداية أبو بدر خليني أمسي على جدة العروس، ونقول جدة مساء الخير. بالفعل اليوم خليني قبل أتكلم عن إبداع اللاعبين أتكلم عن الجماهيرية الهلالية والشعبية الهلالية والوفاء الهلالي والإبداع. شفنا الشعبية أن تلعب خارج أرضك ويحضر أكثر من 48,000، وهذا رقم أعتقد قابل إنه هذا إحنا، ونشوف الهلاليين زعلانين ومش راضين، وأكثر من 48,000 خارج أرضك. الجماهيرية
شفنا يعني هذول على الأقل 80% منهم من جدة، في 20% جايين من الرياض، جايين من مناطق المملكة. الوفاء شفناه ان انت وانت زعلان على فريقك وتعاتب فريقك ومع ذلك تحضر لانك تعرف ان انت وقود هذا الفريق. والابداع شفناه في هذا التيفو اللي انا قلت عنه انه هذا تيفو جاي من المستقبل، ما شفنا مثله. شفنا تيفوات جميله وجميله جدا، لكن مثل هذا التيفو وخارج ارضك هنا قمه الابداع. بالتالي هذا وفاء جمهور الهلال. نجي للاعبين. اليوم احنا كنا نقول، انا كنت اقول ان اللاعبين يتحملون المسؤوليه اولا وثانيا وثالثا ثم جيسوس. اليوم جيسوس هو جيسوس، ولكن اللاعبين اليوم شفنا مالكم كأننا نشوف مالكم الموسم الماضي. شفنا سافيتش اللي كان يهاجم ما يدافع، اليوم يهاجم واكثر لاعب هو يدافع. شفنا ليوناردو متروفيتش اليوم سجل جول صحيح من اصل 7، لكن كان يتحرك وينزل نص الملعب بونو. شفنا مجموعه اللاعبين اللي بالفعل ما شفناهم هذا الموسم. احنا نقول 7 جميله ورائعه، ولكن ترى احنا في دور ربع النهائي للاعبين، واللي اكد عليه جيسوس ان هذا دور ربع النهائي، لسه في نصف نهائي ولسه في نهائي، وهذا لا يكفي، ولكن يعزز الامل، يعيد الروح للاعبين. كل التوفيق للهلال في هذه البطوله، وايضا للانديه السعوديه اللي نترقب بكره النصر، نترقب الاهلي. المهم ان يعود الهلال، والمهم ان يبقى الكاس السعودي. نشوف هدافين دوري ابطال اسيا للنخبه، طبعا الان سالم الدوسري ولوبيز من يوكوهاما واساني من جوانغو الكوري، هم الثلاثه في المقدمه. طبعا اساني جوانغو الكوري اظن بيسافر الليله، خلاص طالعين من جده. يوكوهاما لوبيز بكره مع النصر ان شاء الله ما يسجل شيء. في المرتبه الثانيه عندك رياض محرز من الاهلي السعودي، عنده 8، عنده فرصه بكره يقدر يرفع. لو سجل بكره رياض محرز هدفين صار هو متصدر هدافي دوري ابطال اسيا للنخبه. كريستيانو رونالدو عنده 7 من النصر، لو قدر يسجل بكره هاتريك صار هو هداف اسيا للنخبه على الاقل متصدر. متروفيتش اليوم عنده 6 اهداف. هذه قائمه الهدافين. هاني الداود. اليوم الهلال امتع، اليوم الهلال يعني صالح جماهيره، وفي الاهم الهلال وضح فارق الامكانيات ما بين او فارق القوه الفنيه ما بين الدوري السعودي والدوري الكوري. شاهدنا الهلال يقدم رساله جميله، رساله شكر للقائمين على المشروع الرياضي. فعلا القائم على المشروع الرياضي لما يشوف مثل هذه النتائج ومثل هذه الانجازات، أنا أتوقع أنه يعني ممكن أنه يكون دافع لضخ المزيد، وفعلا المشروع الرياضي قاعد يحقق نتائج جيدة. اليوم الهلال بصراحة أمتع جماهيره وأمتع جماهير السعودية، نتيجة ممتازة. الأهم أنه التأهل بدون إصابات، يعني إصابة كانسيلو هي اللي أثرت، لكنه الهلال بكامل عافيته راح ينتقل للمرحلة القادمة إن شاء الله يقابل الأهلي. فقط يعني نغص المباراة شوي، خصوص نغص المباراة، ما كان تصرفه في نهاية المباراة يتناسب مع الفرحة، كأنه زعلان. خصوص مش هذه صفة، يعني يا خصوص ترى الثقة والغرور اللي انت فيه الان مع المدرب الكوري ترى بسبة لعيبة الهلال ونجوم الهلال. لك دور، لكن لا يعني ما تقدم الرسالة هذه للشعب الكوري المحترم. وشاهدنا كيف يعني لعيبة جوانزو الكوري، جوانغو الكوري، كيف قدم التحية لجماهير الهلال رغم انه خسر ب7. مباراة جميلة، والحمد لله أنها حققت رقم مميز للهلال كعادته. وإن شاء الله ننتظر غدا النصر والأهلي، مع أنه نتيجة الهلال هتضغط بشكل كبير على النصر والأهلي، وإن شاء الله الأهم أنهم يواصلون ونشوف 2 سعوديين في النهائي. تضغط عليهم عماد؟ ليش تضغط النتيجة هذه على النصر؟ تضغط عليهم إذا هم يبغون يضغطون نفسهم. ترى 7 زي 1 كلها تتأهل للمرحلة الجاية. إذا هو يبغى يدخل يلا نبغى الرياض يسجل هدفين عشان ألحق سالم الدوسري، ما له علاقة. إذا رونالدو نبغى نسجل عشان يصير متصدر آسيا، ما له علاقة. لازم يتحملون المسؤولية، ومو شرط ترى مباراة اليوم للهلال تنفتح مثل ما صار في مباراة اليوم مع النصر ومع الأهلي. فيجب الحذر وعدم النظر لنتيجة الهلال والتعامل مع المباراة باحترام. طيب نروح لفاصل، وبعد الفاصل